في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعطاف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين دفلة بناء على معلومات واردة مفادها وجود عصابة إجرامية تنشط عبر إقليم ولاية عين دفلة في مجال المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم إعداد خطة محكمة حيث أسفرت العملية على الإطاحة بأفراد العصابة المقدر عددهم ب8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 37 سنة، وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية المقدرة ب 1234 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملي غرام و90 غرام من الكيف المعالج مهيئ للبيع على شكل قطع. 2 سيف حجم كبير نوع ساموراي، 2 قطع ورق، ميزان إلكتروني صغير مخصص لوزن المخدرات، 11 هاتف نقال، مبلغ مالي مقدر ب 29 مليون سنتيم كعائدة للترويج. كما تم حجز الوسائل المستعملة المتمثلة في سيارة سياحية ودراجتين ناريتين. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل جمهورية محكمة العطاف.